عارفين إيه أصعب حاجة ممكن الست تحس بيها؟ مش إنها تتعب أو تعيا أو حتى تتعب من مجهود الشغل لو هي في وظيفة، ولا إن الظروف تيجي عليها. الأصعب بجد هو إنها تحس إنها لوحدها وفي حياتها راجل، إنها تشيل شيلة راجل وهو قاعد جنبها بيتفرج. إحنا عارفين ومقدرين إن الدنيا بقت صعبة، والغلا ما سابش حد في حاله، وكلنا بقينا بنعافر عشان نعدي اليوم. طبيعي جدا إن الست الأصيلة تشيل مع جوزها وتكون هي السند والظهر في وقت الأزمة. ده أصلنا وده اللي اتربينا عليه. بس في فرق كبير قوي يا جماعة بين إن الست تساعد عشان الحمل تقيل، وبين إن الراجل يرمي الحمل كله عليها بدم بارد ويقرر إنه يستنطع. كلمة تقيلة مش كده؟ بس هي دي الحقيقة. بقينا بنشوف نماذج غريبة لرجالة ميسورة الحال وجيبها عمران، بس إيدهم مربوطة عن بيوتهم، يخلي مراته تطحن نفسها في الشغل وفي المواصلات عشان تجيب مصاريف المدارس وتجيب لبس للولاد وتملى تلاجة البيت، وهو بيحوش لنفسه أو بيصرف على مزاجه وعلى قعدته مع صحابه، ومعتبر إن مرتب مراته ده حق مكتسب، ومصاريف العيال مش بتاعته ولا تخصه. يا أخي، هي الرجولة بقت مجرد شخطة وصوت عالي وبس. زمان الراجل كان بيموت من الكسوف لو مراته طلعت القرش من جيبها قدامه وهو قادر. كان بيحس إن هيبته في بيته هي إنه يكون العاقل والمكفي والمغطي. الرجولة يا سيدي كانت شيلة، إنك تكون الحيطة اللي الكل ساند عليها وإنت صامد وما بتشتكيش، مش إنك تكون عالة على ست ومستنيها هي اللي تحرت وتزرع عشان إنت تاكل في الآخر. أما المصيبة الأكبر بقى والوجع اللي بجد بيظهر في لحظة الانفصال. ساعة ما الحكاية بتخلص وبتنتهي والبيوت بتتقفل، بنشوف معادن الناس الحقيقية. تلاقي الراجل اللي كان مستنطع في الجواز بقى فاجر في الخصومة بعد الانفصال، يسلت إيده من كل حاجة ويرفع إيده عن مصاريف ولاده وأي حاجة تخصهم، كأنه لما انفصل عن أمهم انفصل عنهم هم كمان. يا سبحان الله، هو في حد بينفصل عن لحمه ودمه؟ تلاقي الست بتجري في المحاكم وبتطحن نفسها عشان تاخد حق عيالها اللي هو المفروض دين في رقبته قدام ربنا قبل ما يبقى قدام القانون. أما هو يفاصل ويماطل ويحاول يهرب من كل مليم، وكأنه بينتقم من الأم في العيال. انت متخيل انت بتعمل ايه؟ انت مش بس بتكسر الست، انت بتكسر هيبتك وصورتك جوه قلوب ولادك. انت بتبني حيطة من الجفا والكره عمرها ما هتتهد ابدا. الولاد لما بيكبروا وبيفتكروا كويس قوي مين اللي سهر ومين اللي جاب ومين اللي شال، وبيفتكروا الاب اللي سابهم في نص الطريق عشان يوجع امهم. الرجولة يا جماعة مش عقد وانتهى، الرجولة أصل ومروءة ما بتنتهيش. اللي بيستنطع في بيته واللي بيبيع ولاده بعد الانفصال ده سقط من حسابات الرجولة الحقيقية، ومهما كان معاه فلوس هيفضل فقير أصل ونخوة. يا ريت كل واحد بيعمل كده يراجع نفسه. البيت مش عبارة عن فندق، والولاد مش حمل تقيل بنرميه. البيت أمانة، والولاد دول هم زرعتك اللي هتسقيها النهاردة عشان تشوف النتيجة بكرة. خليك سند عشان تلاقي اللي يسندك، وخليك راجل بجد مش بس اسم في البطاقة. أنا محمد حلمي،
وانت كنت بتسمع حلقة جديدة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.